السلام عليكم، كيفكم يا صبايا؟ اشتقت لكم كتير، بتمنى تكونوا بخير وانتوا عم بتشوفوا فيديو اليوم. لا تحكوا لي اليوم الفيديو مميز بزينته بمشترياته. بنبدأ بالصلاة على رسولنا الكريم في بداية الفيديو. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. هالفيديو مميز في كل شيء، حتى بكعك الفلسطيني الفلاحي خطوة بخطوة رح أعملها معاكم بهالفيديو، ورح نعمل مع بعض أفضل أحسن خلطات للتنظيف بتسهل عليكم، بتريحكم، يعني بتختصر عليكم الوقت والجهد. بما انه جايين على الشهر الفضيل لازم نخلص ونشطب ببيوتنا قبل ما يدخل علينا، ويعني شهر العبادة وشهر الخير كلياته. شوفوا يعني هاي الخلطات بيستاهل عليها جائزة نوبل صراحة، مش لأني أنا عملتها بس، أنتوا رح تشوفوا الفرق قد ايه رح تريحكم، قد ايه رح تفرق معاكم إذا استخدمتوها وعملتوها نفس ما أنا عم بعملها. هذا المحل كتير بحبه، عندي بالضاحية، بحب أنزل عليه لأنه هيك زقف وصغير مضبضب، بحس إنه ما بتحتاري كتير، في أشياء كتير عن جد حلوة. وشاركت معاكم، شوفوا هذه هيك زي صينية صغيرة شكل الدلة، وعليها فنجان القهوة السادة وكاسة للشاي، كتير حبيتهم وعجبوني. صواني كمان نزين، عجبتني هاي الصينية، أول شي حجمها كتير حلو وتنسيقتها حلوة. كتير جايبين شغلات لرمضان، كل الأسواق هلأ يعني منزلة زينة رمضان وفوانيس رمضان، الصحون، الصواني، شو ما بخطر عبالكم موجود. أنا عندي أشياء من السنوات الماضية، جبت أكم من شغلة جديدة. وهاي المعطرات كتير حلوة، بس أنا بحس إنه الشموع والبخور التوب، يعني ما بعرف، بحس إنه هاي تغيير كمان حلو إنه الواحد يجيبها. وجايبين هدول كمان الشمعات البلاستيك، أخذت منهم لأني أخذت الفوانيس بحاجة لشمعات بلاستيك. حاطين هدول سجادة صلاة صغيرة للهدايا أو توزيعات مثلا لشهر رمضان. شوفوا هاي الشموع كتير حلوة، وعاملين هاي كمان قواعد عليهم الهلالات للزوايا، والدلات بأشكالها وأنواعها وأحجامها كلها موجودة. خلصت مشترياتي وهلأ رح أفرجيكم شو أنا اخترت. أول شي جبت هدول الرنرات لأني بدي أحطهم على الطاولات الصغار، بس ما لقيت للوسط كان خالص، حكولي رح يجيبوا واحد طويل أحطه. مثل ما أنتم ملاحظين اللون البيج والقش، لأني رح أعمل هذا الديكور هذا الشهر بشهر رمضان. هدول مثل ما خبرتكم الشمعات البلاستيك عشان نحطه بقلب الفوانيس اللي اخترتها. هذا الفانوس اللي كتير حبيته من القش، كتير حبيته، ناعم وخفيف صراحة، كتير كتير عجبني شكله. شو رأيكم انتو؟ حكولي. رح نحط فيه الشمعة بعد ما احط لها الحجار تبعوتها واضويه وافرجيكم اياه طبعا بالليل او بدون ضوء، وكتير شكله حلو ولطيف. وكمان هاي الصينية اللي حكيت لكم انه شكلها عجبني، حجمها صغير، يعني الديكور اللي عليها كتير حلو، بسيط وناعم. واخترت كمان باكيت للفاين من الخشب، حجمه كبير وحلو، بوسع منيح. وهدول مثل شكل شمعات بنحط في قلبهم شمع مثل القفص، بس شكلهم كتير حلو، بنحط فيهم شموع وبتضووهم مع يعني بين الفوانيس، كتير حلوين. هاي بنحط فيهم شمع عادي، مو يعني شمع بلاستيك.
لأنهم حديد، هدلاك لأنهم خشب وبلاستيك، خشب وقش لازم يكون الشمعات بلاستيك. جبت هدول الفوط حبيتهم للمطبخ، وهدول البخاخات اللي رح نعمل ونحضر فيهم خلطاتنا السحرية للتنظيف واللي رح يريحنا كتير بشغلنا. حبيت هدول كمان الفوط كتير يعني بحسوا بيمتصوا المي. عجبوني هدول الفناجين للقهوة، أربع ألوان، اللون الفيروزي واللون الرمادي واللون البيج واللون الأبيض، كتير كتير حلوين وحجمهم كتير لطيف. وهلأ بنشوف هدول التبرورات للمخللات أو للزيتون. يعني في رمضان ممكن يعني بس نفتح علبة المخلل نحطها بالمصفاية وبتضل المي تاعت المخلل حواليها. كنت جايب منهم أيام اسطنبول، إذا كنتم متابعيني أكيد يعني تتذكروا، فنزلوهم وجبت منهم. وأهم شيء المحل اللي أنا رحت عليه جنبه تاع أبو النص، دخلت عليه وجبت منه المطرات اللي حبيتوهم، وسألتوني عبير من وين جبتيهم، اللي كنت حاطة فيهم المي والنعنع والليمون. صراحة جبت منهم، صار عندي 6، للعيران، للتمر هندي، للأمردين، للخروب، يعني العصائر المشكلة اللي بتكون في رمضان كتير حلوين وحجمهم بجنن. والكاسة كمان بستفيد منها، إنه الكاسة حجمها حلو، لكل واحد وحدة بكون، وبنفس الوقت بتكون تحطوا مثلا مشروبات رمضان فيهم كتير حجمهم حلو. وهالفانوس اللي عجبني هذا الخشبي، حجمه ما أخذت الكبير كتير، أخذت الوسط، كتير حجمه عجبني للركن اللي رح نعمله. وأكيد بده يعني يدخل جواته الشمعة البلاستيك لأنه خشب. جبت الحجم الكبير من الشمعة البلاستيك. هلا بس أشعلها وأحط فيها الحجار، رح تشوفوا كيف تعطي شكل كتير مميز للفانوس، تغيير عن الفوانيس الذهبي والمعتق والفضيات، بما إنه رح أعمل الديكور كله من الخشبي والقش. شوفوا شو رأيكم فيه؟ أكيد مع الإضاءة اللي بتكون خافتة بدون إضواء كتير رح يعطي شكل ومنظر كتير حلو للزاوية. وهذه رح أفرجيكم إياها، ممكن أحطها على طاولة مش الوسط، طاولة الزوايا. بنشوف بس نرتب القعدة ونرتب الديكور رمضان وكوشينات رمضان كله رح ننسقه أكيد أنا وياكم. هيك بكون شكله. والحمد لله يا بنات إني أنا ما كنت شايلة أصلا حبل الإنارة تاع شهر رمضان، خليته. عن جد الأيام مثل لمح البصر، أنتوا معي ولا لا؟ يعني رمضان يعني السنة الماضية وهاي السنة جاي علينا حسيت إنه كتير سريع، فما تلبكت خليته أصلا، بس ما كان يعني أضوية. وهلأ بنيجي لخلطات التنظيف اللي ما بستاهل بس عليها لايك ودعوة حلوة منكم. أهم شيء تجيب البخاخات اللي تسهل عليكي لما تبخي. بدكم الكوب اللي بنستخدمه لمعيار المي ومعيار الخل، كوب من المي، مي من الحنفية عادي. رح نعمل ملمع للخشب وملمع للستانلس ستيل، ملمع للخشب في كل أنواعه، خشب المطابخ، خشب الصالونات، خشب الطاولات، خشب الموبيليا، أي شيء عندك خشب. هذا للخشب اللي رح أعملها أول خلطة. نص كوب من الخل، عشان هيك أنا بحب أشتري هذا الخل الكبير 4 لتر، لأنه بستخدم خل لكل شيء، للتنظيف، للتعقيم، للغسيل، بحطه في قلب يعني الغسيل. وهلأ بنحط تقريبا معلقة صغيرة من أي زيت عطري أنت بتحبيه، ريحة عطري حلوة يعني، أي نوع. أنا حطيت الورود. وبنحط أي زيت من مثل البيبي أويل، يعني زيت الجسم، بيبي أويل اللي بتفضلوه. معلقة كبيرة يا بنات، معلقة كبيرة من الزيت اللي هو بيبي أويل أو بديله يعني. بترجوها وبصير عندكم أحسن منظف للخشب بالمعلمع بصير عندكم، وأي دهون عليه كله بشيله
لأنه فيه خل نسبة منيحة. هلا بنعمل خلطة الستانلس ستيل. كتير في عنا ستانلس، عنا الغازاتنا ستانلس، عنا البرادات ستانلس، عنا حتى الصوبة تشوفوها، كتير في عنا أشياء فيها ستانلس ستيل. كوب من المي، نص كوب من الخل. اللي بيفرق إنه هذا ما في زيت عطري أو ريحة عطرية، بدالها بس فيه بيبي أويل اللي هو زيت، أي زيت بتحبوه مثل البيبي أويل، ومعلقة كبيرة بدل الزيت العطري، معلقة كبيرة من أي سائل المواعين، دواء جلي يعني. ونخضها وبصير هذا عنا للستانلس ستيل لمعة رهيبة لشفاط المطبخ. أي شيء عندك ستانلس بتستخدميه. اوعوا تروحوا بدون ما تحطوا اللايك. وأكيد اللي كتير شاركتها معاكم اللي هي الوايبس، لما نحط فيه ملين الغسيل نستخدمه لتلميع الفرشات، الكنبيات، السجاد، يعني مسحها قصدي، فبيعطي ريحة كتير حلوة. أنا كنت جايبة الوايبس لون أخضر خليته مع الملين لمسح الكنب والسجاد، وهذا اللي أزرق حطيت فيه كلور لبعيد عنكم الحمامات والمطبخ. وهاي ما تنسوها أبدا لتنظيف السجاد وفرك السجاد مع مي سخنة، اللي هي مكعب الجلاية اللي مستحيل أستغني عنها. بحط عليها مي سخنة وبتكون أحلى شيء لتفركوا فيها السجادة. شوفوا الخشب بس أبخه وأمسحه. شايفين اللمعان؟ أي فوطة، كل ما كانت يعني إذا كانت فوطة المايكرو فايبر بيكون أحسن. أما انتعت الستيل تعال نشوف. شوفوا أنا الصوبة عندي بدها تنظيف وهي ستانلس من قدام. شوفوا كيف أول شي في فرق، هي هلأ نظيفة بس شوفوا الفرق، بس أمسح بس هيك مسحة بسيطة، شوفوا قد ايه بتصير تضوي ضوي بنات، عن جد تضوي. شو رأيكم، فرق معكم ولا لا؟ شايفين الإضاءة صارت مراية. هاي شوفوا لمعان مش طبيعي. بس نبلش الفيديوهات الجاية لما تكون فيديوهات التنظيف أكيد رح تشوفوا الفرق بعينيكم في الخشب، في خزن المطبخ، وفي الشفاط. شايفين البراد كيف صار؟ هلا بفرجيكم صينية عندي إياها فضة. شوفوا كيف مطفية، هي مطفية لونها، شايفين؟ شوفوا بعد المسح، شوفوا بتمارى فيها ولا لا صارت. هون يا صبايا استغليت انه كان في شمس، اكيد نظفت البيت، كان عندي شوية غسيل غسلته ونشرته، واجا على بالي نعمل الكعك الأساور. جبت بس رحت على الدكان وجبت سمنة الأصيل اللي هي الحيواني، هاي الخضرة الحيواني. عندي هون 5 كوب من الطحين نخلته، وأكيد رح نعمله بزيت الزيتون، بما إنه كعك فلسطيني وكعك فلاحي أكيد بده زيت زيتون. أنا حطيت 5 كاسات من الطحين منخول، عليه كاسة من السميد، تحبوا تحطوا خشن وسط ناعم اللي بتحبوه. وهاي السمنة الحيوانية، أي نوع سمنة حيواني راح يطلع معاكم الكعك كتير طيب. كاسة هيك وكاسة هيك. بعد ما حطيت هون الشومر واليانسون وشوي من السمسم وشوي من المحلب ورشة من الملح على منكهات للكعك، خلطته كله مع بعضه. وهلأ بنصب أول كاسة، طبعا الكاسة كلها بنعير فيها جميع المقادير من زيت الزيتون.
وبنبسته ممكن على ايدينا وممكن على العجانة مثل ما انا عملت. نيجي للكاسة الثانية. الدنيا برد وجمودة يعني، فأكيد السمنة رح تكون جامدة، فأخذت منها ما أدحتها، أدح بس إنها تذوب قبل ما أعبي كاسة من السمنة. وعندي التمر اللي ما بنصحكم فيه أبدا. التمر يعني صراحة نزع الكعكات علي، إنه التمر طلع قاسي يعني طري هو هلأ، بس بعد ما حطيته بقلب الكعكة ما بعرف لما تعرض للحرارة ما حبيته أبدا. من خيرات الجنة كنت جايبه مع إنه سعودي. حطيت عليه قرفة وكلفة الكعك وحطيت عليه معلقة كبيرة من السمنة. هون بنحط على بعد ما مسينا الكعك حطيت معلقة شفتوها ممسوحة من الخميرة، وبياخد تقريبا كوب وكوب وربع من الحليب السائل للعجن. وفيكم تعملوا كل هاي الخطوات على ايديكم عادي، ما في مشكلة. شايفين هيك بتصير العجينة انها ما تتشقق معانا. والتمر عجنته، وهيك انا بحب اني اسوي الكعكة بهاي الطريقة. بنقطع العجينة نفس الحجم تقريبا، بنمدها شوي بالطول، وبعدين بنحط بقلبها العجوة وبنسكر منيح وبنبرمها منيح عشان تسكر معانا من جميع الجهات، وبنلف الطرف على الطرف. فيكم تلفوهم على بعض، هلا بفرجيكم الخطوة الثانية أو الشكل الثاني، وفيكم تسكروها مثل ما أنا سكرتها بهذا الشكل. في ناس تعملها بشكل ثاني. بعدين بنسكرها منيح وبنرجع بنبرمها منيح عشان يكون شكلها كتير مرتب وما تتشقق معانا. وهيك بحطوها وإجر على رجل وبحطوا لها هيك كبسة من الوسط، بس أنا بحب هذا الشكل الاعتيادي. الفرن بكون حامي من قبل ودغري، يعني يا دوب أنا عشان صينية التيفال دغري بتحمر معي من تحت ومن فوق. فيكم تحمروه أكتر، بس الحمد لله إني ما حمرته أكتر لأنه التمر من جوا طلع يعني مو طيب وقاسي، يعني بيقسى جوا الكعكة. عرفتوا النوعية ما حبيتها أبدا. ولا العجينة بتجنن يا بنات، كتير كتير طيبة. ولأني بسيتها على العجانة كتير طلعت هشة وبتجنن، يعني بتدوب التم دوب، بس نغص علي صراحة التمر. شوفوا لما تيجي تقطعي مبين إنه شوي بتشد معانا التمرة. وهيك ما شاء الله كانت الكمية. وأخذت تبروير ورحت عند أهلي، كانوا شابين هالدريات بالفرن أو على الاير فراير. كتير طيبة هاي الذرة السكرية، أنا كتير بحبها يعني من أيام الإمارات واسطنبول، خلص متعودة عليها. أهلي ما بيحبوها، بيحبوا بس اللي هي دلعة بيحكوا لها، بدون يعني ملهاش يعني حلاوة. تاني نهار عملت الباشا وعساكره. بما إني كنت عاملة معاكم الفيديو الماضي الكبة، فحكيت خليني أعمل ششبرك من تفريزات رمضان. اللي بيحب يعمل ششبرك بيحب يعمل كبة، نزلتها معاكم الفيديو الماضي عشان تفرزوا. أنا بحب أعمل جنبه كمان رز بالشعرية. غليت اللبن وعقدته، وبعدين أضفت عليه الششبركات بعد ما شويتهم. وهون شويت الكبة ما قليتها علي، شويتها بالإير فراير وضفتها مع الششبرك. وهيك صار عندنا الباشا وعساكره. وأكيد بالأخير أدحت له تومة مع كزبرة خضراء. وهون كان الجو ماطر وعن جد يعني أكلة شتوية بامتياز. وهيك صار عنا باشا وعساكره ورز مفلفل وحبشكنات وعملت فتوش.
ربي يديمها علينا من نعمة ويحفظها من الزوال. وهيك بكون وصلت معاكم لنهاية الفيديو. بشوفكم فيديو جديد، لا تنسوا تعليقاتكم ولايكاتكم وتشيروا الفيديو. في أمان الله.